هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة، متابعة القناة، ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا، حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لأداء برشلونة في الفترة الأخيرة، وما هو سبب تدهور مستوى برشلونة في الفترة الأخيرة، وإيه سبب الهزايم الكتير اللي بتحصل لبرشلونة. في البداية طبعا أنا ما بشجعش برشلونة خالص ولا بنتمي لبرشلونة، فأي كلام هقوله عن أي لاعب سواء بالسلب او بالايجاب، او عن المدرب بالسلب او بالايجاب، او حتى عن الاداره بالسلب او بالايجاب، طبعا انا لا انتمي لاي لاعب في برشلونه، ولا بشجع اي لاعب في برشلونه، ولا بشجع اي مدرب في برشلونه، ولا بنتمي لبرشلونه اصلا. انا ما بشجعش برشلونه، انا ما بشجعش طبعا في اوروبا غير الانتر طبعا وليفربول. فطبعا موضوع برشلونه لا يبت ليا من قريب او من بعيد، ولكن انا بتكلم كمحلل وكاداء برشلونه، ايه سبب ادائه السيء في الفتره الاخيره، وكمان عشان اي حد بيحب برشلونه عايز يعرف ايه سبب اداء برشلونه طلب مني الفيديو ده، فهعمله لكم طبعا عشان كل مشجعي ومتابعي برشلونه يخش يشوفوا الروشتة دي ويقولوا لي رأيهم في الحلقة. وطبعا أي حد من مشجعين أي فريق سواء كان بيشجع الريال أو بيشجع أي فريق تاني برضك يكتب رأيه في التعليقات، هل هو مبسوط بأداء برشلونة ولا لا. طبعا في البداية طبعا أي حد بيشجع الريال أو أي فريق آخر مش هيكون طبعا عاجبه أداء برشلونة، طبعا مفيش أي كلام. يقول لك أنا أتمنى إن برشلونة يخسر ويتدهور، لأن طبعا برشلونة منافس قوي للريال ومنافس على البطولات طبعا زي الأهلي والزمالك في مصر، ولكن كل ما الفريق أو المنافس الآخر بيكون ضعيف ده بيكون شيء وحش، لان طبعا كل ما الفريقين يكونوا في افضل مستوياتهم بيرفع النسق بتاع طبعا المباريات، وبيرفع نسق طبعا التحدي، وبيرفع نسق الفريقين. ولكن طبعا مفيش اي حد هيحب الفريق اللي قدام يكون متدهور حتى لو هو عاوز بطولات، ولكن يحب يكون في منافسه، والمنافسه طبعا في النهايه للجميع. طبعا مشاكل برشلونه نبدا. طبعا برشلونه طبعا ايه الفرق بين برشلونه 2024 وبرشلونه 2023؟ ليه برشلونه السنه اللي فاتت كان بطل الدوري كان فريق قوي، ليه برشلونه دلوقتي بيخسر من كل الفرق؟ ليه برشلونه عمال بيخسر كل المباريات، بيخرج من كل البطولات؟ برشلونه اللي متجه بنسبه كبيره لموسم صفري، برشلونه اللي بعد ما خرج خلاص من كاس ملك اسبانيا، اللي بعد ما خسر للسوبر، بعد طبعا ما الدوري تقريبا شبه راح خلاص، وطبعا مش باقي غير دوري الابطال اللي طبعا عاجلا ام اجلا هيخرج منه طبعا، لان مستوى برشلونه في الوقت الحالي حتى لو قدر يعدي نابولي في دور ال 16 طبعا، ولسه لما نيجي الدور ال 16 طبعا هكلمكم بدقه طبعا وبتحليل بدقه وبقوه طبعا في الوقت ده. ولكن انا كان دلوقتي ممكن يعدي نابولي، حتى لو عدى نابولي ممكن ما يعديش، وحتى لو عدى بعدين هيتقدم بفريق قوي هيخرج. ايه سبب اداء برشلونه هذه السنه، وليه برشلونه السنه دي غير السنه اللي فاتت؟ طبعا في البدايه طبعا برشلونه عنده مشاكل كبيره جدا. اول مشكله انا شايفها في برشلونه، برشلونه على فكره هجوميا كويس جدا، دي النقطه اللي ناس كتيره بتقول برشلونه هجوميا ضعيف، لا برشلونه كويس جدا على فكره. برشلونه يعتبر لعب 21 مباراه زي الريال مدريد في الدوري الاسباني، جاب 43 هدف والريال جايب 45 هدف، يعني الفرق هجوميا مش وحش على فكره. رغم طبعا لما نيجي بقى الهجوميا هنتكلم بدقه، ولكن ايه بقى الكارثه بقى اللي في الفريق؟ كارثه الفريق طبعا دفاعيا. برشلونه السنه اللي فاتت اتسجل في مرماه في 38 مباراة 20 هدف. برشلونة السنة دي في أقل، مفيش طبعا لسه الدور الأول خلصان، احنا في المباراة رقم 21 دخل في مرماه كام؟ دخل في مرماه 29 جول، فطبعا كارثيا. وطبعا واخد من فريق زي فياريال لسه 5 تجوان، ده كارثه طبعا، غير طبعا من كل فريق في الدوري الاسباني بيسجل وبيسجل من بدايه. طبعا ايه سبب تدهور دفاع برشلونه؟ برشلونه طبعا دفاعيا كعناصر فريق كويس جدا، فريق دفاعيا عنده عناصر تقيله جدا، وعنده مدافعين اقوياء جدا كعناصر، اروخو، اندريس كريستنسن، جول كوندي. طبعا دفاعيا الفريق كويس جدا وعنده عناصر دفاعيه تقيله جدا. مشكله الفريق كلها طبعا هي عدم وجود المنظومه القويه. طبعا طب ايه سبب ان الفريق دفاعيا المنظومه رايحه في داهيه؟ انا شايف المشكله طبعا في المدرب تشافي هرنانديز طبعا لاعب كويس جدا، لاعب من افضل لعيبه خطوط الوسط يمكن في التاريخ، مش في برشلونه لا ولا في العالم، لا في التاريخ كله. لاعب كويس جدا، لاعب قدم اداء رائع مع برشلونه كلاعب، لكن كمدرب المدرب انت جايب لاعب خلص تدريبه في الاول كان طبعا في برشلونه، بعد ما خلص برشلونه راح طبعا السد القطري، لعب مع السد القطري سنه سنتين، بعد كده اعتزل، بعد كده مسك مدرب السد القطري، حقق نتائج كويسه جدا مع السد القطري في اسيا. بعد كده انت بتجيبه من على طول من اسيا ومن تجربه اسيا، ومن ان هو كان بيلعب مع فريق زي السد القطري، فريق معلوش ضغوطات، فريق ما يعني مش قوه المنافسه القويه، بتجيبه من اسيا تحطه يبقى مدرب لفريق زي برشلونه. برشلونه عليه ضغوطات قويه جدا، لاعب لاعب في مكان غير المدرب. طبعا اللاعب مش لازم كل لاعب ناجح يكون مدرب ناجح، هو كلاعب كان ناجح جدا، لكن شافي كمدرب طبعا مش
مفيش خبره اوروبيه. في خبره كمدرب ان هو لعب مع سد القطر وكده، لكن دي خبره اسيويه. لكن خبره اوروبا، خبره دوري ابطال اوروبا، خبره الاداء القوي في اوروبا، طبعا مفيش خبره عند تشافي في اوروبا. فطبعا انت تجيب مدرب من فريق في اسيا وتخليه يدرب برشلونه، طبعا شيء غلط كبير جدا. خطوه خدوها بدري شويه، دي شايفها دي طبعا بتبقى مشكله كبيره. طبعا هو جه عمل اداء جيد، مش هنضحك على نفسنا، قدم كره كويسه في بعض الفترات، قدم دفاع كويس، ولكن الفريق طبعا بدا يتدهور. الفريق طبعا جاي مدرب عنده افكار كان بيطبقها في السد القطري، جه في اول سنه ما طبقهاش مع برشلونه، جه يطبق افكار جديده عشان يقضي وقت، ياخد بطوله زي السوبر الاسباني، ياخد بطوله زي دوري الاسباني. بعد كده الفريق بقى فتح، فريق جاب صفقات، لا انا عايز اغير منظومتي، انا عايز اغير ادائي، ما ينفعش طبعا. تشافي طبعا كانت الخطوه دي بدري عليه جدا ان هو يكون مدرب لبرشلونه، خطوه كانت بدري جدا وكان حاجه مستعجلين عليها جدا. انا شايف كان ممكن تشافي، ما حدش يزعل من الكلام اللي هقوله ده، كان ممكن يجي كمدرب مساعد في الجهاز الفني، ياخد خبره زي طبعا ميكائيل ارتيتا مع جوارديولا. طبعا كان مساعد مع جوارديولا في السيتي، خد خبره سنه واثنين وثلاثه، بعد كده راح مع الارسنال في سنه سنتين ما نجحش، بعد كده كسر الدنيا، دلوقتي عمل مشروع قوي جدا. كذلك انا شايف كان ممكن تشافي يجي كمدرب مساعد في جهاز برشلونه، ياخد سنه سنتين، ياخد خبره. بعد كده طبعا لو المدرب الاكبر في سن طبعا كان مشي، كان ممكن يحل محله طبعا تشافي هرنانديز ويكون هو المدرب الاساسي بعد ما خد خبره اوروبيه، او انه كان يروح يدرب فريق اخر في الدوري الاسباني ما يكونش عليه ضغوطات، زي طبعا تجربه اكثر من مدرب طبعا، زي تجربة طبعا اللاعب تياجو موتا طبعا مع فريق بولونيا في ايطاليا، او مثل تجربة طبعا تشافي سيمون تشافي طبعا الونسو، تشافي الونسو طبعا مع فريق بايرن ليفركوزن في الدوري الالماني. وطبعا كل اللعيبه دي بتتمرن مع فرق ما عليهاش ضغوطات، مش مطلوب منها بطولات، فبتقدم كره كويسه جدا والفريق بيطلع اداؤه تصاعدي قوه وبتدريج. طبعا هو واخدين فكره جوارديولا انه جه عمل اداء، طبعا الفتره بتاعت جوارديولا طبعا غير فتره تشافي دلوقتي خالص من حيث العناصر، من حيث القوه. انت بتتكلم برشلونه في 2009 في جيل في منتهى القوه، جيل كان فيه ميسي، كان فيه رونالدينهو، كان فيه صامويل ايتو، كان فيه طبعا تشافي كلاعب، كان فيه انيستا، كان في تيري اونري، كان في لعيبه رونالدينو، طبعا كان في لعيبه طبعا في منتهى التقل، كارلوس بيول، بيكيه، طبعا جيل داني الفيش، جيل غير الجيل خالص طبعا. والفريق كان في الفتره دي ما عليهوش ضغوطات والفريق كان بيقدم كره قويه جدا. لكن تشافي جاي في فتره صعبه جدا، الفريق اصلا منهار، الفريق بقاله 7 8 سنين كل سنه بيخرج من دوري ابطال اوروبا بكوارث، الفريق جاي عايز يوصل لحاجه، الفريق مضغوط. تشافي هرنانديز جاي عايز يصلح المنظومه كلها، عاوز يصلح الفريق، الفريق بيعمل رفعات اقتصاديه، الفريق عمال بيبيع اصول في النادي، الفريق عمال بيبيع حقوق بث تلفزيوني، الفريق استغنى عن لعيبه كتيره جدا في الفتره الاخيره، الفريق عايز يبني منظومه جديده. فطبعا ما كانش وقت تشافي هرنانديز، تشافي هرنانديز كان عاوز يجي في وقت واخد خبره، راكز، جاهز، استوى اكتر، خد خبره قويه في اوروبا، بعد كده جاي للفريق، الفريق جاهز جدا، الفريق قوي جدا، الفريق مش محتاج اي حاجه، الفريق اصلا لعيبته واخده خبره تقيله. لكن طبعا دي نقطه، النقطه الثانيه طبعا غير تشافي هرنانديز طبعا استعجال في مجال تشافي هرنانديز، طبعا ده يعتبر مشكله من حيث المدرب. مشكله بقى بعض العناصر، طبعا برشلونه انا شايف فيه لعيبه كتير قوي مش كوره، انا شايف الفريق هجوميا، رغم ان الفريق هجوميا قلت لكم جايب اجوان كتيره، لكن الفريق يعتبر هجوميا اللعيبه كلها واقعه. لاعب زي روبرت ليفاندوسكي يعني ما فيش اي مستوى خالص، اللاعب جاي مشطب كوره الحقيقه، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده اكتر من مره، اللاعب جاي مشطب كوره، اللاعب جاي ملوش اي وجود خالص، مفيش اي دور ليه. ليفاندوسكي كان في البايرن مكسر الدنيا، بس انا قلت ليفاندوسكي طبعا زمان، لو رجعوا طبعا لفيديوهات لما كنت بتكلم عن البايرن وعن ليفاندوسكي، قلت ليفاندوسكي لو خرج من البايرن، البايرن مش هيخسر حاجه، هيقدر يعوضه، لكن ليفاندوسكي هو اللي هيخسر، والفريق اللي هيشتري ليفاندوسكي كمان هيخسر. طيب انا بهاجم ليفاندوسكي طبعا لاعب واخد اتنين جايزه ذا بيست 2020 و2021 وكان مرشح للكره الذهبيه في اكتر من مره، لاعب كويس جدا، بس في مشكله طبعا لاعب زي ليفاندوسكي لاعب الى حد ما لاعب مهاجم بوكس، لاعب مهاجم صندوق، لاعب كان قوته في البايرن كلها انه معاه منظومه قويه جدا، لاعب قعد في البايرن من 2013 ل 2021، قعد في البايرن 8 سنين في منظومه قويه، كان معاه جنجيزلي كومان، كان معاه توماس مولر، كان معاه جنابري، كان معاه سانيه، كان معاه قبل كده اليان روبن، كان معاه فرانك ليباري، اللعيبه كلها كانت بتخدمه. لاعب زي هالاند في السيتي، لاعب زي هالاند في السيتي، هل هالاند لاعب وحش؟ لا، لاعب قوي جدا. هل هالاند ما رشحش اكثر من مره لجوائز كتير؟ هالاند ما خدش افضل لاعب في اوروبا، ما خدش اكتر من جايزه، ما خدش افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ما خدش هداف الدوري الانجليزي، ما رشحش اكتر من مره ليزا بيست، ما رشحش الكره الذهبيه، وكان في اكتر من وقت له الافضليه انه ياخد جوائز، وكتير قوي قالوا ان هالاند يستحق. طبعا، بس هالاند مشكلته قوته كلها في منظومه زي السيتي، لو خرج هالاند من السيتي ممكن ما تلاقيهوش بنفس الاداء، ممكن هالاند لو في برشلونه ما يقدمش نفس الاداء ده.
لان في لاعب يخدم منظومه وفي منظومه بتخدم لاعب. ليفاندوسكي مشكلته كان في البايرن، كان منظومه بتخدم لاعب مش لاعب هو اللي بيخدم المنظومه، فكانت المنظومه بتخدمه، فكان لاعب في اقوى احواله. طبعا ليفاندوسكي جاي لاعب كبير جدا في السن، ده رقم واحد. رقم اتنين جاي في برشلونه في دوري اقوى، الدوري الاسباني اقوى من الدوري الالماني. رقم ثلاثة جاي في فريق زي برشلونه الفتره الاخيره، الفريق اجنحه مفيش، قوته الهجوميه واقعه جدا. الفريق بيجيب صفقات بس مفيش لاعب متوهج. ليفاندوسكي جه ما عملش اي حاجه، الاجنحه اللي جابتها برشلونه كلها ما عملتش اي حاجه. لاعب زي رافينيا انا شايفه كان مقلب كبير جدا، اللي جابوه صفقه كانت فاشله جدا، ولاعب مقلب كبير جدا ما بيعملش اي حاجه. لاعب زي جواو فيليكس رغم انه جابوه جواو فيليكس في البدايه تالق جاب كام جون، بس انا قلت لكم جواو فيليكس ده انا عارفه لاعب دايما مضروب، لاعب مضروب. بنفيكا بعد ما طلعوا اتلتيكو مدريد دفعوا فيه مبلغ كبير جدا جدا جدا، دفعوا فيه اكتر من 100 مليون، عشان 100 مليون استرليني عشان ينتقل من بنفيكا لاتلتيكو مدريد. وقت يقول لك صفقه الموسم، اقوى لاعب في الموسم، راح طبعا في اتلتيكو مدريد ما عرفش يعمل اي حاجه، لاعب مقلب كبير جدا جدا جدا. وبعد كده بعد ما طلع طبعا وراح اعاره لتشيلسي السنه اللي فاتت ما عملش اي حاجه، ورجع اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد عايز يزحلقه. برشلونه طبعا لاعب طلع قعد يقول طبعا انا بنتمي برشلونه، انا بحب برشلونه، انا عايز العب في برشلونه، راح برشلونه. اللاعب طبعا مقلب كبير. جواو فيليكس، جواو فيليكس سجل هدف هدفين ثلاثه، غير كده ملوش اي وجود. فاللاعب صعب قوي الحقيقه، مقلب كبير لبرشلونه رغم انه واخدوه اعاره، ولكن مقلب كبير الحقيقه. ليفاندوسكي شايفه بردك مقلب كبير. اختيار الصفقات في برشلونه فيه مشاكل شويه، في اكتر من صفقه هجوميه فيها مشاكل. تمام. لعيبه طبعا اللي بتتصاعد زي يمين يامال لعيب كويس قوي، ولكن مفيش لاعب قادر يشيل منظومه. فيران توريس طبعا اللي جه طبعا من السيتي مقلب كبير طبعا، مش اللاعب اللي تعتمد عليه. فيتور روكي طبعا انت جايبه عشان يشيل الفرقه، طب ده فيتور روكي ده لاعب لسه صغير ما عندوش خبره، لاعب لازم يجي ياخد خبره، مش وقته دلوقتي اللي انت كنت تجيبه، كنت ممكن تسيبه شويه في البرازيل، لانه من ساعه ما جه انا مش شايف له اي دور في برشلونه. طبعا الكل بيحاول يعتمد عليه، ولكن هو ليفاندوسكي طبعا مشطب، فايا كان لاعب زي فيتور روكي مش هيجي يشيل منظومه على كتافه. طبعا دي مشكله في مشكله الهجوميه. طبعا خط لوس طبعا بجانب الاصابات، اصابه زي جافي طبعا ده شيء طبعا مش بايد برشلونه طبعا، ولا بايد المدرب، ولا بايد اي حاجه، طبعا اصابه خارجه عن اراده اي شخص. ولكن في لعيبه انت بتجيبها سيئه جدا، لاعب زي اوليو الروميو مش عارف جايبه ليه، صفقه سيئه جدا جدا. لاعب زي كاي جوندوجان صفقه كويسه بيأدي وبيحاول، ولكن مش هتقدر لاعب او اتنين في المنظومه يعمل اي حاجه. شافي طبعا طلع يتكلم قال خلاص انا ماشي طبعا اخر الموسم زي يورجن كلوب طبعا لما انا ماشي من ليفربول. طبعا بعد رحيل تشافي هل ممكن الفريق يتظبط؟ ممكن الفريق يتظبط هل لو تشافي فضل الفريق برضك ممكن يتظبط؟ ممكن يتظبط ايوه، ولكن في بعض الحاجات. اولا بنسبه كبيره ما فيش اي حد من جماهير برشلونه يتوقع ان الموسم ده هيطلع باي بطوله. الموسم ده بنسبه كبيره هيكون موسم صفري خلاص، لازم اتوقع جماهير برشلونه النقطه دي. السنه الجايه بقى لازم يبدا بقى برشلونه بقى على جديد بمدرب جديد، طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين لازم بعض اللعيبه بقى تبدا تتخلص منهم السنه الجايه. انا شايف القوام الاساسي هيبدا يرجع، ولكن لازم في لعيبه كتير قوي تتخلص منهم. انا شايف برشلونه عايز صفقات الايام الجايه، وعاوز ناس لعيبه تكون كشافه كويسه، تشوف لعيبه تكون اسعارها مش عاليه، وفي نفس الوقت تكون كويسه تيجي تأدي الاداء. انا شايف برشلونه لو يقدر يشتري مثلا جو كانسيلو، لو يقدر يبقى كويس جدا. لو يقدر يتخلص من كذا لاعب، لو يقدر يتخلص من رافينيا يبقى كويس جدا. لو فيليكس بعد ما تخلص اعارته يمشي. ليفاندوسكي لو يقدر يبيعه للسعوديه باي مبلغ يبقى كويس. يبدا يعتمد على لعيبه جديده، يبدا يعتمد على عناصر جديده وعلى صفقات جديده. ولازم جماهير برشلونه تعرف ان السنه دي مش سنتكم، انتوا مش هتاخدوا بطولات السنه دي خلاص للاسف. برشلونه محتاج هدوء شويه، محتاج صبر. برشلونه عاوز يعمل شبه ليفربول، برشلونه عايز مدرب كده شبه يورجن كلوب يجي يظبط الفريق. طبعا يورجن كلوب بنسبه كبيره مش هيجي طبعا برشلونه، بس بقول شبهه نفس العقليه دي، يقدر يجيب لعيبه صغيره، ويقدر يجيب لعيبه من انديه قليله، يديها خبره، يديها وقت، يديها اساسيه زي ما عمل طبعا كلوب مع ليفربول. وجاب طبعا قبل كده زي ما قلت لكم بقى منظومه، طلع ارنولد، جاب روبرتسون، نفس الكلام. برشلونه عايز كده، عايز مدرب يجي يطلع لعيبه من اللمسيه صغيره، يدي للعيبه اللي موجوده تقل، يديهم خبره. يبدا اي لعيبه كبيره مالهاش اي لازمه زي ما قلت لكم زي روبرت ليفاندوسكي اخر السنه يمشي، جو فيليكس اعارته تخلص ما يمشي، روميو يمشي طبعا، رافينيا يتباع باي ثمن، فيران توريس يتباع باي ثمن، وتبدا تجيب لعيبه لسه صغيره تديها خبره. طبعا ياخدوا وقتهم ويقدروا يعملوا اداء كويس جدا. محتاج مدرب كويس يكون عنده خبره، وفي نفس الوقت يكون مدرب بيجيب لعيبه باسعار قليله وباثمان قليله، يقدر يبني منظومه قويه لبرشلونه يصلح بيها الاداء. ده رقم واحد. رقم اتنين يبدا بعد كده يشوف لعيبه طبعا يوظفها، يدي لعيبه حريه مع عوده الاصابات السنه الجايه، ممكن نشوف برشلونه السنه الجايه كويسه. ملخص بقى مشاكل برشلونه طبعا زي ما قلت لكم، تشافي طبعا رقم واحد،
الازمات الاقتصاديه طبعا والمشاكل الماديه ده رقم اتنين. رقم ثلاثه طبعا قله مستوى لاعبين كتير قوي وعدم وجود كشافين كويسين في برشلونه. لازم برشلونه يدور على مدير التعاقد طبعا بعد ما يجي ديكو يحاول يشوف مع كشافين يشوفوا لعيبه صغيره، يشوفوا زي الريال ما بيعمل كده، بيجيب لعيبه من البرازيل زي فينيسيوس جونيور وزي رودريجو وزي برنينجهام. حتى لو لعيبه بتتجاب باسعار عاليه او لعيبه بتتجاب باسعار قليله، انت ممكن تجيب لاعب او اتنين باسعار عاليه ولاعب او اتنين باسعار قليله ولعيبه اعارات، وتحاول تطعم الفريق وتعمل منظومه قويه السنه الجايه، بشرط ان يكون معاك كاشفين كويسين، معاك مدرب كويس، معاك مدرب كده زي يورجن كلوب بيقدر يبني منظومه. طبعا بالتوفيق لبرشلونه، يا ريت طبعا برشلونه يعود لقوته. انا طبعا بحب اي فريق كبير ان هو يعود للمنافسه ونشوف طبعا مباريات قويه. طبعا في النهايه انا قلت انا ما بشجعش برشلونه ولا انتمي لبرشلونه، انا بقول وجهه نظري مشاكل الفريق وايه حلولها. الفريق عايز وقت شويه، صبر شويه، تشافي كده كده خلاص هيمشي، يجي مدرب جديد يبني فريق من اول وجديد، صبر شويه، جماهير برشلونه لازم تصبر شويه. اللي جاي طبعا احسن، لازم الفريق هيحصل له تطورات في الايام القادمه، ويحاولوا يجيبوا صفقات بأثمان قليله، كشافين كويسين، لعيبه صغيره في السن تاخد خبره، تاخد وقتها، وممكن يكون برشلونه في الايام الجايه من اقوى الفرق، بس شويه وقت ومدرب جديد وحل الازمات الاقتصاديه. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. فيها طبعا اشتراك في القناه، متابعه القناه واللايك للفيديو يوصلكم كل ما هو جديد. كده طبعا اتمنى طبعا ان يكون كل جماهير برشلونه طبعا الحلقه عجبتهم. انا لخصت لكم مشاكل برشلونه وبعض الحلول في وجهه نظري، ولو حد عنده اي وجهه نظر ثانيه يكتبها لي تحت في التعليقات. وانتظروا طبعا اخر حلقه من الحلقات اللي وعدتكم بيها النهارده، حلقه تحليل كامل وشامل لمباراه منتخب مصر امام منتخب الكونغو الديمقراطيه في الدور ال 16. بالتوفيق طبعا لبرشلونه وبالتوفيق طبعا لمنتخب مصر طبعا في المباراه، وانتظروا الحلقه. شكرا على المشاهده وبكره.